عشان ما تتعبش. والله العظيم حتى اما بيقولوا لي ادخلي 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 اسمعي الفويس بتاع ولادك، ما برضاش اكمله عشان خاطر نفسي اسمع صوتهم. حرمني من ولادي، مرات ابوهم قبضت فيهم من وفاء عامر، وكانت بتاخد فلوس عليهم ومشغله ابني في اللجان الالكترونيه. اضحكوا ربنا يدوقكوا الضنا فقدان الضنا. لكن كل واحدة تشتم فيا وتخون فيا وتقول مجنونة مجنونة. جننت عليكي في خبطت على بيتك وقلتلك لا والنبي ابوك ابويا ما تيجي يا ستي انت الكلمة الطيبة صدقة، ما تجيش على حد وتيجي الكلام عشان ربنا ما يضايقكيش ولا تغلطي في مخي. قوي، البلد فيها جيش قوي، فيها شرطة قوية، ولكن كل الامور دي هتبقى موجوده معاهم. يا جماعه انتوا ما شفتوش المنظر؟ البيه الهانم قايمه من الساعه 7 الصبح، ساعه من الساعه 7 الصبح قايمه وعامله جست، عامله قاعده وعماله تسال هو بيته فين. يوم واحد يقول لها خلي عنك انت يا ست هانم، انا هبعت له الولد، وانا اهو وادي وشه اهو، راح طالع بوشه يعني مش خايف. تخيلوا وصلنا لدرجة ايه؟ يا خنهار ازرق. ففي بلد وفي قانون وفي رئيس جمهورية، والله العظيم ثلاثة لهذا الموضوع كله هيكون على مكتب السيد الرئيس، وانا واثق ان هو هيطلع عليه وهيكون تحت رعايته. حكمت المحكمة ببراءة المتهم وحبس المحامي لمدة شهر. السلام عليكم. تقرير لحضراتكم شفتوه في اول حلقة، تقرير عن مروة بنت مبارك وهي تبكي. ايوه اقسم بالله، مروة بنت مبارك وهي تبكي، وبيوصل لمروة بنت مبارك ما يحدث خارج القضية على التيك توك وعلى السوشيال ميديا. شفنا امبارح الاعلامي القدير احمد رجب وهو بيتكلم على الخلافات والفتنة اللي وراء قضية مروة بنت مبارك وترك القضية نهائيا. تفاصيل كثيرة جدا هنكشفها لحضراتكم في الحلقة دي، وهنكشف لحضراتكم من المتسبب في الفتنة، ولماذا الفتنة في الوقت الحالي، ولماذا الفتنة في الوقت الحالي، وليه محامين الخصوم مش موجودين على التيك توك. محامي ليلى الشبح، محامي وفاء عامر، الفنانة وفاء عامر، محامي أحمد وهبة، محامي عمر المحبة، محامي سلمى الرحالة. وما تنسوش سلمى الرحالة، لأن في قضية لسلمى الرحالة في شهر 12 ضد مروة بنت مبارك بجوار القضيتين بتوع عمر المحبة وبتوع ليلى الشبح، بالإضافة للنقض بتاع وفاء عامر. تفاصيل كثيرة جدا نكشفها لحضراتكم في هذه الحلقة، ولكن زي ما عودناكم دايما بنبتدي حلقتنا بالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونضغط لايك للفيديو عشان ينتشر على أوسع نطاق. القضية بدأت تنتهي، وبعد ما لعبوها على المحامين واستدراج المحامين، أقسم بالله ده واقع، بعد ما عملوها واستدراجوا المحامين بعض من المحامين لصالحهم وضربهم في بعض المتبقي، تم ضربهم في بعض. وشفنا ده امبارح مع الأستاذ الإعلامي القدير أحمد رجب بين طه الزقلاوي وبين المستشار هاني عوض. وهنعرض لحضراتكم ما قاله المستشار طه الزقلاوي بعد لقائه مع المستشار هاني عوض، وهنعرض لحضراتكم ما قاله عماد العمدة اللي طلع وطبعا بقى يواجه المستشار هاني عوض. ولكن خلف هذه الكواليس إدارة، يعتبر إدارة بذكاء، عرفوا يديروا الموقف أو يديروا المشهد بذكاء متناهي. جندوا شخص انت اللي هتبتدي تزرع الفتنة وسط الجميع، بل شخصان، وائل شطة الحقونا وتكسفين. وائل شطة على اليوتيوب وجزء برضو على التيك توك، بالإضافة لتكسفين على التيك توك واستدراج الرأي العام
وبعض من المحامين وعمل مناظرات وطبعا والحديث مع الرأي العام عن طريق توكسافين، وجلب بعض من الرأي العام وضربهم في بعض عشان يضيعوا القضية. القضية مش قضية مروة، وقلتها مرارا وتكرارا، أقسم بالله ما قضية مروة، القضية قضية مجتمع. عمالين بيحاولوا ان هم ينقلوا الحقيقة لصالحهم، وان الضحايا هم الضحايا وهم المجني عليهم، والجناه هم الرأي العام. أصبح الرأي العام هو الجاني. أيوة، أصبح الرأي العام هو الجاني. أصبحوا المحامين هم الفتنة، وهم اللي بيتم عن طريقهم افتعال الفتنة وسط الرأي العام بسبب ظهورهم المتكرر على بلاعة التيك توك، بسبب مواجهتهم لبعض الأشخاص، بل دخول بعض من الرأي العام من الوطن العربي في القضية. وفي الآخر بعض الأشخاص استغلوها واستغلوا القضية استغلال سيء جدا للحصول على المال. أيوة، بعض من الأشخاص استغلوا القضية للحصول على المال، ولكن ما كانوش قصدهم الحصول على المال، كان قصدهم الشهرة، وتم طبعا نقلها إلى الحصول على المال أو تحويلها للحصول على المال من أشخاص عرب، أيا كان، خليجيين أو من ليبيا أو من دول عربية أخرى، يحصلوا على الدعم مقابل إن هم طبعا يحاولوا يوصلوا لمروة أو إن هم يساعدوا مروة. وهم ده اللي قدروا يعملوه. مين؟ أعوان مافيا تجارة الأعضاء وأعوان قضية التيك توك. أقسم بالله هم ده اللي قدروا يعملوه. عشان كده الرأي العام بيضرب في بعضه اللي هو مناصر للقضية، وعشان كده المحامين سايبين مكاتبهم وبيتخانقوا على التيك توك. ما هو بعض من أشخاص من الرأي العام بالإضافة لوائل شطة بالإضافة لتوكسافين طالعين بيقولوا هم الناس دي ما بتشتغلش، ما بتقعدش في مكاتبهم، ما عندهمش قضايا. زي ما مين؟ زي ما وائل شطة طالع بيقول، وأيمن عزت شغال صايع أو مش شغال أو ما عندوش شغل، قاعد 24 ساعة على التيك توك، وهو طبعا بيلف في الجستات وبيلف في اللايفات وبيهدد. ويطلع وائل شطة يقول يا شوية عواطلية يا شوية عواطلية ويا شوية شمامين ويا شوية، وعمال بيسب ويلعن فيهم. هم ده اللي هم عايزينه. وائل شطة متلون، أقسم بالله وائل شطة متلون، وائل شطة متلون، وحط 100 خط تحت كلمة متلون و100 علامة استفهام. ده تم تجنيده لضرب الرأي العام في القضية. القضية قضية وطن، مش قضية مجتمع مصري، ده قضية وطن. الوحيد اللي بيدافع عن القضية الأستاذ القدير الإعلامي أحمد رجب وبعض المنصات البسيطة، دول اللي ما تلونوش. بس برضو في محامين تلونوا، محامين طبعا بقوا مع الخصم، ومحامين ماشيين مع الرايجة، ومحامين بيدافعوا عن الحقيقة ولكن شوهوا صورة نفسهم ونزلوا من الوقار بتاعهم لبلاعة التيك توك. المستشار مجدي الأدوش الوحيد اللي بيطلع متقطع ولكن بيدافع عن القضية وبيدافع عن قضية غسيل الأموال وتجارة الأعضاء. المستشار هاني عوض حطوه في الوحل زي ما اتقال وخلوه خلاص بقى عليه شبهات، وهعرض لحضراتكم بالتقارير. بقى عليه شبهات، وشبهات غير طبيعية. المستشار هاني عوض محترم مؤدب، خلوه نحنوح، خلوه بيجمع الناس عنده في المكتب، خلوه ان هو بياخد فلوس، خلوه ان هو طبعا اخواني، خلوه ان هو ارهابي، خلوه ان هو اجندة، خلوا المستشار ايمن عزت ان هو اخواني او ارهابي او بيحاول يحرض على قلب طبعا الرأي العام ضد الدولة ومظاهرات وغيره وغيره وغيره. اشياء غريبة جدا بتحصل. طيب ليه المحامين ما بيقعدوش في مكاتبهم ويبتدوا ان هم يخلوا شخص وحيد هو اللي يطلع يقول بيانات للرأي العام، او اي حد عايز يستفسر بس بعيدا عن التيك توك، ويخلي منصة زي منصة اليوتيوب او الفيسبوك بعيدا عن البلاعة التيك توك؟ وان التيك توك يعتبر اصبح مصطبة، اقسم بالله مصطبة.
مصطبه لخالتي اللتاته والعجانه، ويقعدوا يجيبوا في سيره دي وفي سيره دي وفي سيره دي، ويقعدوا يتراشقوا بالالفاظ ويتكلموا ويجيبوا ويذموا في ده ويذموا في ده. ما هو ده التجمع، الذم في الفلان وفي علان والكلام ده وكده، عشان يكسبوا عطف الرأي العام او يكسبوا فلوس من الخارج. هو ده التيك توك. فالمستشار هاني عوض والمستشار مجدي الأدوش حطوا نفسهم في بلاعه، والمستشار أيمن عزت حطوا نفسهم في بلاعة التيك توك، والمفروض يخرجوا منها ويبقى ليهم منصات على اليوتيوب أو على الفيسبوك يتحدثوا منها، يبعدوا عن البلاعات دي ويبتدوا يواجهوا الناس بعيدا عن بلاعة التيك توك. بس ده مش ان انت تسيب ان احنا نسيب التيك توك ده يطلع علينا مفاسد وفساد في المجتمع دون تقنين التيك توك وكشف ما يحدث داخل التيك توك. التيك توك رقم 1 على مستوى العالم في غسيل الأموال والتجارات المشبوهة بعد الدارك ويب. أيوة، التيك توك يعتبر المنصة الأولى بعد الدارك ويب في غسيل الأموال وفي إيه؟ وفي التجارات الغير مشروعة. ولكن تعالوا نشوف كده، عاملين بلبلة وعمالين بيدمروا في مين؟ في المحامين، وبيضربوا في المحامين. نشوف كده جزء بسيط لأيمن عزت وهم بيتريقوا عليه في حلقة السمك. نشوف كده الجزء ده. تنقلوا الصح يا جماعه، يا اللي بره ويا اللي جوه ويا اللي فوق ويا اللي تحت. مجدي الجمبري ب 540 جنيه يا مجدي عشان ما اكذبش، 540. طب ماشي يا عم ايمن، 540. لا انا مش هتحمل وزر 160 جنيه قدام ربنا. لا يا استاذ ايمن، لا يا استاذ ايمن، انا مش مسامحك لو كلته كده. يا جماعه الموضوع يعتبر خلاص شبه يعني انتهى. زي ما حضراتكم شفتم كده، إهانة لمين؟ للمستشارين. وسايبين المستشار أيمن عزت، هو راجل محترم وراجل خلوق وراجل طيب، سايبينه بعفويته بيطلع يرد عليهم وعشان يضحكوا عليه ويتريقوا عليه. ولكن المستشار أيمن عزت مش هيسيبهم، طبعا البلاغات شغالة ضدهم وهيقدر يجيب حقه. ولكن قضية مروة بنت مبارك هي قضية مجتمع. ليلى الشبح لها قضية الشهر ده، عمر المحبة له قضية، وفاء عامر قضيتها طبعا النقد بتاعها، بالإضافة إلى سلمى الرحالة لها قضية اللي محدش يتكلم عنها. محامين الخصوم مش موجودين، محامين القضية وغيره اللي كانوا يعتبر محسوبين على القضية طالعين بيشوهوا الصورة كاملة. ولكن بعد اللقاء بتاع امبارح بين المستشار طه الزقلاوي والمستشار هاني عوض، يطلع طه الزقلاوي يقل أدبه على المستشار هاني عوض بهذا الشكل ويتريق عليه. نسمع التقرير ده مباشرة بعد اللقاء بتاع الأستاذ الإعلامي أحمد رجب امبارح. نسمع كده. ضاءك وخلينا إحنا حضرتك في قضية سب وقصف وتشهير. القضية الأوراق بتاعتها بتقول كده، اللي قدامي وقدام المحكمة. أنت مصر تخليني إن أنا أدخل في حاجة ملهاش علاقة بموضوع القضية بتاعتي أو موضوع قضية موكلتي. زي ما قالت موكلتي تقول لي أنت ليه ما قدمتش بلاغات بخصوص اللي قالته موكلتك؟ يعني أروح أقدم بلاغات أقول لهم إيه؟ معلش يعني أقول لهم إيه؟ أروح أقدم بلاغات أقول لهم إيه؟ موكلتي في قضايا سب وقصف وتشهير. أنا بقى أنت بتطالبني إن أنا أروح أقدم بلاغات عشان أثبت اللي قالته موكلتي. طب ما أنت كنت في هيئة الدفاع التانية، ما رحتوش ليه قدمتوا بلاغات؟ أنتوا كلكم اتبلغتوا هناك. وكلمة الملحد دي، ده اتهم وقال له أنت الملحد وأنت تبع العصابة، وما اداش فرصة دقيقة واحدة لعماد، مع ان عماد يعني بيتكلم بهدوء وبأدب جدا وبيقول له طيب خلاص يا فندم وبتاع، وانت حضرتك طلعت معايا قبل كده. يعني بيتكلم بأدب. انا ما شفتوش ان الراجل تجاوز حدود الأدب. يمكن اكون انا يعني طريقتي ما عجبتكش. طب عماد كان بيتكلم بهدوء، واقسم بالله انا ما اعرف ان عماد هيطلع اصلا. وعماد يعرف كده كده الاستاذ احمد رجب، يعني معرفه قديمه.
والاول الاستاذ احمد رجب انا كنت لسه هوضح له، بيقول هيشارك معانا النائب طه الحياني. مين حضرتك النائب طه الحياني يا استاذ احمد رجب؟ مين حضرتك النائب طه الحياني؟ يعني انا كنت عايز اصحح له والله المعلومه. احنا زعلنا من الفنانه ان هي كانت مطلعه معاها واحد منتحل صفه لواء. ايه اللي خلى طه بقى نائب؟ انا كنت عاوز انصح حضرتك واحذرك والله. ولا نائب ولا حاجه يا استاذه، نائب منين؟ ده لما كانوا بيسالوه انت نائب عن مين كان بيقول انا نائب عن الراجل اللي شغال عندي في الشركه ولا المصنع، ونائب عن 3 4 من قرايبي. ايوه خدت البال انا. كان المفروض انه هيطلع معاه وبعد كده ما طلعش. ما دي حركات طه، كان بيفتح اللايف ويفضل مقعد الناس ويقول لهم وصلوا لي 50,000 تكبيسه، نزلوا لي شويه عملات، والساعه 11 ان شاء الله هوري لكم اللي انا بقول عليه. يجي الساعه 11 يقفل اللايف. انا قلت كده يا استاذ جوبيتير والله، بقول له حضرتك مش انا اللي قلت، بقول له حضرتك مش انا اللي قلت عليهم، دول هم اللي قالوا على بعض، مش احنا اللي قلنا ان هم بيعملوا او بيجمعوا او ستات او جوازات او الكلام المقرف اللي احنا قاعدين بنسمعه. دول هم حضرتك اللي قالوا كده. ايوه يا سعد، ايوه الموبايل بتاعه اتسرق. يعني مش احنا اللي قلنا الكلام ده يا هاني. هاني من الواضح ان في حاجه غلط. ما كنتيش برضه هتاخدي فرصتك في ان حضرتك تتكلمي يا استاذه جوبيتير. اسمعي من اخوكي، ما كنتيش هتاخدي فرصتك ان انت تتكلمي. انت فين يا هاني؟ يا دي النيله. طب والله انا لو شخص ماليش علاقه بالموضوع وشفت حد بيتناقش مع حد ولقيت رد فعل الشخص بالمنظر ده، هعرف ان في حاجه غلط. لذلك انا بقول لكم استاذ احمد رجب ده ضابط شرطه سابق، الحس الامني اكيد اشتغل على طول وعرف ان في حاجه غلط. بس الغريب ان الاستاذ احمد كمان امتنع عن ان هو يتكلم او يسمع حاجه تتعلق بالموضوع دوت، وقال ان ده مواضيع تتكلموا عنها في تيك توك. طب ما كل المنصه الفتره دي يا استاذ احمد شغاله على مواضيع التيك توك. منصه حضرتك هي بتعرض قضايا كلها متعلقه بالتيك توك. طبعا يا استاذه جوبيتير والله انا بقول له حضرتك بتدافع ليه باستماته بالمنظر دوت؟ يعني احنا ما بنتهمكش انت ولا احنا بنتهمهم، احنا بنقول اللي احنا اكتشفناه الفتره اللي فاتت واللي هم قالوه على بعضهم حضرتك. وبرضو هنجيب لك ادله، هنوريك حاجات مفيش يعني هنسمعك المكالمه بتاعت السحر والشعوذه دي. ما انت مش مدي فرصه حضرتك ان احنا نثبت او ان احنا نتكلم. ده انا متهيألي لو شخص كان بيتكلم على الانبياء حضرتك ما كنتش وقفته كده، كنت قلت لا ده الدين يسر وليس عسر، ونسمع نشوفه عاوز يقول ايه ونصحح له بعد كده معلوماته لو بيقول حاجه غلط. انما انت حضرتك مش مدي فرصه خالص نهائي. ميخا خط احمر، جمال حبيبك خط احمر. ايه يا استاذ هاني؟ وفي الاخر بتثبتني تقول انا والله بحب الاستاذ طه. طب اثبت لي حبك بالافعال. يعني مش كل حاجه بالكلام يا استاذ هاني، اثبت لي حبك بالافعال وسيبنا اتكلم.
ده اللي بيحب حد حتى يعني بيتعامل معاه باسلوب كده. لا طبعا يا استاذه جوبيتير. حب مسموم، اه والله يا اتش. اه بالظبط كده. انا استغربت جدا والله لما اكلم عماد كده، انت تبع العصابه. ده مش بيقول له انت قالوا لي، ده بيقول له انت اكدت لي انك تبع العصابه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي في عصابه يا استاذ هاني؟ مش العصابه دي اللي انت حضرتك كنت قاعد مع الناس بتقول لهم انا عمري ما قلت وانا عمري ما عملت وانا هشرب القهوه وهشرب الشاي؟ الله 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 الله. انا عارف ان في حوار كبير وراه والله، ورا المهزله دي. طب انا هتخذ، انت حضرتك نصحت عماد انه يتخذ اجراء قانوني، انا هتخذ اجراء قانوني لعماد. انا هتخذ اجراء قانوني لعماد. ما هو حضرتك لو فاكر ان المواقف دي هتمر مرور الكرام تبقى واهم. استاذ محمد العسقلاني فين عشان نقدم بلاغ؟ استاذ محمد العسقلاني فين؟ لا وهاتولي الاستاذ مجدي، هاتولي الاستاذ مجدي. ايه يا استاذ هاني؟ ايه هاتولي الاستاذ مجدي، هاتولي الاستاذ مجدي دي؟ انا طالع بكلمك مش جايب 2 صحابي معايا حضرتك يعني. هاتولي استاذ مجدي، لازم الاستاذ مجدي يطلع يبقى جنبي. ايه يا استاذ هاني؟ هو حضرتك احنا رايحين عركة؟ احنا رايحين، ده شطه هيعمل لك لايف الصبح هيقول لك الحقونا انت فين يا هاني. والله شطه هيعمل لك لايف يا استاذ هاني يقول لك انت فين يا هاني، الحقونا يا هاني. الله 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 الله. يكونوش هم دول العيال اللي حضرتك كنت بتهدد بيهم يا استاذ مجدي وبتقول هيطلعوا ويشتموا ويعملوا؟ يكونوش من طرف حضرتك؟ انا مش عارف والله. اصل انا شايف حضرتك النهارده كنت بتديلهم جرعه كده من التحفيز. النهارده حضرتك كنت بتحفزهم وبتقول لهم طالما قلة أدبكم وصلت وبقوا بيتكلموا عنكم اعرفوا إن أنتم مؤثرين. والله شكلك هتحبسهم يا أستاذ مجدي، حضرتك شكلك هتحبسهم في الآخر. أنت حضرتك بتحفزهم وبتشجعهم على الغلط يا أستاذ مجدي وبتقول لهم إن هم كده مؤثرين وبترفع معنوياتهم. إن شاء الله هجيبهم لك واحد واحد يا أستاذ مجدي بإذن الله. لا وسبحان الله إن بياناتهم وكل حاجة تتعرف قبل ما يجروا ويهربوا من المنصات وبدون لا حول لنا ولا قوة، من غير حول لنا ولا قوة. ربنا أراد ذلك يعني. إن شاء الله هنلاحقكم بكل الطرق القانونية. يا سلام، لا ده كان لقاء مفيد جدا النهاردة بصراحة. لا وكل مرة يصحوا من النوم، كل مرة يتصلوا يصحوا من النوم. أنا جالي تليفون
وصحوني من النوم. ليه يا استاذ هاني صحوك من النوم ليه حضرتك؟ بيصحوك ليه من النوم بالمنظر دوت؟ سلامتك يا استاذه جوبيتير. لا لا ما تتاثريش بالبرنامج هنا، لان البرنامج هنا اقسم بالله اللي هيسيب نفسه للبرنامج لا يجيله الضغط ويجيله السكر ويجيله كل حاجه. لا خدوا الموضوع ان احنا ايه عادي يعني، لعب كده وهزار وبتاع وعادي شويه بقى، افصلوا الدنيا وكده. ده انت موجود 24 ساعة. ده انت بتقول لحضرتك انا بدخل التيك توك لما بكون فاضي. طب انت اليوم كله فاضي فعلا كده؟ والله من الواضح ان في حاجة غلط. اقسم بالله يا جدعان انا لحد الان مع اللي هو عمله مستغرب. ايه ده؟ ايه الموقف الغريب ده؟ يا هاني لو انت داخل باكونت فيك تعالى يا هاني، تعالى اطلع حضرتك وقول اتكلم. في ايه مالهم ومالك العيال دول؟ ماسكين عليك ايه يا هاني؟ مهددينك؟ طيب قول لنا واحنا ننقذك. قول لنا واحنا ننقذك نقف معاك. طب يا ادهم يا عراب، اه والله ده انا ده انت ما انفعلتش كده على مروه صحيح. وبعدين بتحاول تخلط الامور ليه على في بعضها كده وتسالني وبلاغات موكلتك ومش بلاغات موكلتك وانت عملت ايه ده؟ ايه ده؟ احنا بنتكلم في خيخه دلوقتي يا هاني، مش بنتكلم في الاستاذه مروه خالص حضرتك، احنا بنتكلم في خيخه. ايه اللي دخلنا في موضوع البلاغات ومش عارف؟ احنا ناس يا عم وحشين ومقصرين وناس نوتي. احنا ناس نوتي يا هاني. احنا دلوقتي بنتكلم على خيخة. وتخيلوا الاستاذ مجدي قاعد على منصة مكتوب عليها ايه مش عارف ايه، الدعوة لتشكيل هيئة دفاع جديدة او نطالب السيد رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة دفاع جديدة. انت مصدق نفسك يا مجدي؟ اه والله انا راجل مش كويس يا اخي. كاتب ايه الاستاذ ولا ايه ليه استاذ كاتب ايه مجدي على اللايف يا استاذ سعد؟ كاتب ايه مجدي؟ والله الرئيس لو عرف ليحبسهم فعلا. الراجل كاتبين على المنصة اللي قاعدين فيها كده والله بيطالبوا السيد رئيس الجمهورية يشكل لهم هيئة دفاع قال عن الأستاذة مروة. وهم شكلهم إن شاء الله زي ما اتحبسوا كده في قضية القضية السابقة هيتحبسوا إن شاء الله في القضية ديت. إحساسي بيقول لي كده. وبعد ما الأستاذة جوبيتير قالت لي كمان إن قبل كده اتحبسوا في قضية رأي عام وكده، أنا والله بدأت أحس إن القضية دي في الفصل الأخير البوكس هيدخل بظهره. والله البوكس هيدخل بظهره، البوكس مش هيقضي. احنا حضراتكم محتاجين 10 بوكسات. انتوا مين؟ انتوا مين وعاوزين ايه؟ والله كان نفسي يا جماعة، كان نفسي الجست يبقى شغال. كان نفسي الجست يكون شغال. قضية محمود نظمي كانت كبيرة قوي وقتها. كان نفسي الجست يكون شغال. والله كنت سمعت لآرائكم يعني في اللقاء بتاع النهاردة. لا بكرة إن شاء الله تاخدوا فرصتك كاملة إن شاء الله. كلكم هدكم فرصتكم كاملة. كل واحد
يقول لي رأيه ايه في الحوار بتاع النهارده دوت. وادي اتش لسه مش مستوعبه. ان شاء الله ناقشنا وكان لنا اجل. اوفر جدا والله، اوفر جدا يعني. انا ما كنتش مصدق الموقف والله، انا مش مستوعب. رد الفعل نفسه كان غريب، رد الفعل نفسه كان غريب جدا، كان غير متوقع خالص. اي نعم انا استغربت ان انت بعد ما قعدت معانا وتبرأت منهم ورجعت تاني برضو طلعت عندهم، وطلعت كمان مش بتدافع عنهم، ده هم بيشتموا وبيغلطوا وانت قاعد وبتمرر كلام عليا انا شخصيا. طب اقسم لك بالله انك متورط معاهم في حاجة وانا بقولها وانا مسؤول عن كلامي. اقسم بالله انك متورط معاهم في حاجة وانا بقولها لك اهو. انا مسؤول عن كلامي ومستعد ان انا اتسأل في كلامي. انت متورط معاهم في حاجة. انت بتحبني وانا بحبك، بس انت متورط معاهم في حاجة. شوف انت متورط معاهم في ايه. لا بس المواضيع اكبر من اللي اتكلم فيها فوانيس يا سعد. بالظبط كده. ربنا يرحمه ويجعل مثواها الجنة. ما هو الله اعلى واعلم يا جماعة. لا لا مفيش الكلام ده يا اما لا لا. الله اعلى واعلم، بس احنا ناس فينا عقل، ربنا ميزنا بالعقل. ده رد فعل مش طبيعي، ده حتى مش نوع من انواع الدفاع، ده نوع مش من انواع الدفاع. او ان هو مش قابل مثلا ان انت تتكلم على الناس دول او تذكرهم بالسوء او تقول حاجة في حقهم. لا ده وضع غريب، ده رد فعل غريب جدا. الانفعال والبادي لانجوج والجو ده كان مش طبيعي. لا يا أستاذة نادية أنا مش متفق مع حضرتك. هو مش قصة إن هو مش يعني عاوز يبعد الشبهة عن نفسه، لا 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 لا. لو عاوز يبعد الشبهة عن نفسه طالما الكلام مش موجه ليه هيقول أنا عن نفسي طرف في اللي أنت بتقوله. اللي قدامه هيقول له لا، يعني أنا ما بتكلمش إن حضرتك طرف، أنا بتكلم إن هما بيعملوا كذا كذا. فهيقول لا انا متفق معاك، لو هم بيعملوا كده وانت معاك دليل يبقى لا غلط، وانا عن نفسي ما عدتش اطلع عندهم تاني. انما ده رد فعله كان غريب جدا. ده مش عاوز كلمة تتقال، كلمة واحدة ولا كلمة، ولا كلمة تتقال عليهم، ولا كلمة تتقال عليهم. ولسه متواصل. دي معلومة انا هقولها لكم جديدة. لسه بعت لي رسالة قبل صلاة الفجر، كلمني احد الاشخاص اللي ملهمش علاقة بيه تماما، بيقول لي الأستاذ هاني كلمني، والراجل بيقول أستاذ طه حبيبي وأنا مش عاوز إن يكون ما بيننا وما بين بعض خلافات، وهو نقض الصلح اللي كان تدخل فيه قال طه الحيحاني. قلت له ما حصلش، هو اللي نقض الصلح. وهو زي ما حضراتكم سمعتم كده، زي ما حضراتكم سمعتم كده. هل الامر انتهى على كده؟ لا، ده عماد العمده اللي كان طالع معاه وكانت مروه اتكلمت عنه، طالع بيهين وبيشتم المستشار هاني عوض وبيقول ان هو تبع اجنده اخوانيه. نسمع كده. وازاي تقنعهم، لكن ما دربوكش ازاي تعمل محضر، صح؟ صح ولا نسيت انت تهمتك كانت ايه في القضية يا حبيبي؟
لو كنت نسيت تهمتك ايه في القضية، ممكن نطلع للناس مقال عمرو أديب دلوقتي يشرح لهم دورك كان ايه في القضية. فانا نسيت يا حبيبي، نسيت ان هم علموك ازاي تعمل مجموعات وازاي تدرب الناس، بس نسيوا يعلموك ازاي تعمل محضر. 9/10 يا أمير، لأن عمرو أديب بقى الله يسامحه ما كتبش كده في القضية، ما كتبش كده هو بيشرح القضية للناس. كتب إن أنت كنت بتكون مجموعات ومهمتك إنك تدربهم، بس ما كتبش إن أنت، ما كتبش وقالوا إنهم علموك تعمل محضر. فأستاذ طه دي كان ممكن يعلمها لك يا أخي، ما كانتش هتاخد وقت كتير يعني، أصل أنا عارفك بتلقط بسرعة. بتقول غسيل اموال، والاستاذ احمد هو زعيم الكلام عن غسيل الاموال. ما قدمتش، انت بتقول لي انت ليه ما قدمتش بلاغات تتعلق باللي ذكرته موكلتك؟ طب ما انت كنت في هيئه الدفاع وهيئه الدفاع السابقه، انتوا تقدمتوا ببلاغات ضد حد. ما أنا لسه شارح يا أستاذ طه. يا ربي نشرح تاني بس برضو عشان الناس، ما هو ما بيعرفش يا أستاذ طه. هو لو الراجل بيعرف كان قدم، عشان ما تجيش عليه يا حبيبي. هو لو بيعرف كان قدم، يمكن الراجل ما بيعرفش يقدم بلاغات. مع الجثة اللي المكالمات بتاعت تجارة الأعضاء طلعت على البرنامج، مع الجثة ومعاه ورقها، وعارف الدكتور، وعارف السمسارة، وما عرفش يعمل محضر لقوش، هيعمل محضر لمروة. انا عارف ان انت ما تعرفش انه ما يعرفش يا استاذ طه، اديني قلت لك اهو، عشان ما تحرجوش تاني يا استاذ طه قدام الناس وتقول له ما عملتش ليه. انتوا مش انتوا اللي جبتوا لها سنتين باينه هاني، وبتهيألي سنتين ده اقصى عقوبه، صح؟ صح ولا انا غلطان؟ والنبي يا جماعه، عشان لو انا نسيت، اللي قابل الاستاذ طه الزجلاوي يقول له ان هاني ما بيعرفش يعمل بلاغات عشان ما يحرجوش تاني. يعني يا استاذ طه كفايه عينه مكسوره عيني، وربنا يكفيك شر كسرة عين الراجل، كمان هنفضحه ونقول ان هو ما بيعرفش يعمل بلاغات؟ استاذ طه قلبه حنين والله، ما يرضى يعملها معاك، اقسم بالله حنين قوي، ما يرضاش. ده هو تلاقيه مش هيجيله نوم النهارده من زعله عليك، والله العظيم هيفضل يقول يا عيني ابن بلدي، انا ايه اللي خلاني طلعت، ربنا يخرب بيتك يا عماد، ايه اللي طلعك انت كده. هيفضل يدعي علينا انا وهو النهارده طول اليوم، عشان هتصعب عليه، مش هيجيله نوم النهارده. يعني ولا ما كانش فيه توكيد؟ والله انا قلت حضرتك نزلت بيان انه احنا مسؤولين عن قضيه السب والقذف، والبيان ده لسه موجود على صفحتك، واي حد يتكلم عن تجاره اعضاء او اي امور ثانيه ما تخصناش. موكلتي اللي كانت لا، منشوره في موكلتك مش المحكمه كانت سب وقذف. طيب الكلام اللي قالته موكلتك، هل انت عملت اي اجراء لاثباته؟ لما دلوقتي انتقلت لهيئه انت الدفاع عملت اجراء لاثباته يا ليه استاذ ما طه؟ تقدمتش ببلاغات؟ وانت ما عملتش ليه يا حبيبي؟ هو انت مش كنت في الهيئه الاولانيه؟ بقول لك يا هاني، هو مش انت يا حبيبي اللي كنت مرشح لاستاذ طه الزجلاوي هنادي من بدايه القضيه؟ مش هنادي دي اللي انت كنت بتطلع تاكل نفسك عليها لما كان اسمها بيجي ليه يا حبيبي؟ مش هنادي دي اللي كانت ماسكه التحقيقات من الاول، والمستشار طه الزجلاوي طلب منها تفريغ الكاميرات اكتر من 3 4 مرات، وما طلبش الطلب ده يا حبيبي لا في النيابه ولا في المحكمه؟ ليه يا هاني؟ كنتوا بتنسوا ولا ايه يا حبيبي؟ يا جدعان يا جدعان معلش، بيفكرونا نجيب له علاج للزهايمر. اقسم بالله العظيم اللي بيتهم طه الزجلاوي النهارده وبيقول له انت ضد مصلحه مروه، اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله ما حد حبس مروه وجاب لها السنتين غير هاني وهنادي، اقسم بالله ما حد حبس مروه غير الكلاب دي.
وكسوف استاذ طه، وعشان هو ابن اصول هو اللي عامل فينا كده. وانا قلت له 100,000 مرة اللي زيك ملوش مكان هنا، عشان هنا كلهم اوسخ من بعض. لكن كسوفه وان هو ما بيحبش يطلع يوسخ صورة زمايله، هو ده اللي موصلنا لكده. لكن قسما بالله العظيم، قسما بالله العظيم، استاذ طه الزجلاوي طلب من هنادي تفريغ، تقدم طلب بتفريغ الكاميرات من اول دقيقه. مروه اتحبس من اول ما هنادي اتواصلت معاه. طلب منها الطلب ده اكتر من 4-5 مرات. كان من حقها تطلب في النيابه، وكان من حقها تطلب في الجلسه الاولانيه. والراجل مرضيش يطلع يقول كان في اهمال من الهيئه الاولانيه، ولا في تقصير، ولا انا طلبت وهم ما عملوش، واستحمل الاتهامات اللي اتوجهت له دي كلها وما دافعش وما اتكلمش. ايمن عزت طلب من هالة عصام، قال لها هجيب لك عربيه وهجيب لك كل اللي تقولي عليه في زياره لمروه، كل اللي انت عايزاه في الزياره، والعربيه هتيجي تاخدك من البيت توديك لغايه مروه، وهجيب لك اذن. واستاذ طه اقسم بالله ما عارف الكلام ده، انا لسه بقوله دلوقتي. وتروح لمروه بس تقنعيها انها تعمل لنا توكيل. لما فشل مع الدكتور هشام انه يقنع يقنع المستشار عزقلاني ان هم يدفعوا 50,000 جنيه وياخدوا بنتين، ايه اللي انتوا كسبانينه؟ لما ايمن يطلع يقول يا هاني انا كده ده الكلام ده من 3 ايام واللايف عندي، ما يطلع يقول له يا هاني انت كده كده احنا راميين طوبتك من شهر، وصفصفت عليا انا ومجدي، وتاني يوم ما شاء الله الاقي هاني ومجدي وايمن عند ميخا. يا سلام يا سلام، ده ال3 بطيخ مش بطيخه واحده. اقسم بالله ده يمكن البطيخ ليه قيمه، البطيخه ليها سعر دلوقتي، لكن هم ما لهمش سعر. وبعدين يا حبيبي ما تورينا شطارتك في قضيه عصام وقضيه سمير والجمعيه اللي كانت معموله. انت مالك ومال مروه؟ مالك ومال مروه؟ ولا هي القرعه بتقول شعر بنت خالتي قد كده؟ خليك يا حبيبي في اللي حبسته الاولاني وهتحبسه التاني، وحبسته مروه. الله يخرب بيت ابوكم. هو ليه جاي اللي على على رأي مدام ليلى، على رأي مدام ليلى، قالت يا شوية مواكيس كل ما تاخدوا موكل تحبسوه. وهي دي الحقيقة. خدتوا مروة جبت لها أقصى عقوبة، خدتوا الوقت رحتوا بالاسم رجعتوا من غيره. الله يخرب بيوتكم. ايه يا فندم ما تقولش انت راجل محامي مروه، انت المسؤول اصلا يا استاذ طه. طب ما تحط لسانك جوه بقك، ما دام انت عارف ان هو محامي مروه وبتتك عليها قوي، ما تحط لسانك جوه بقك. مالك ومال مروه ما دام هو محامي مروه؟ ايه حشر مناخيرك ليه في موضوع مروه؟ ما تسيبه، مش هو محامي مروه زي ما انت بتقول اهو. ما دام انت شاطر قوي كده وعرفت ان هو محامي مروه، ما تشتحوش مناخيرك منها يا عم. انت الموضوع انت اللي تقلت، كنت متحدث رسمي عن هذه الهيئه وهم كانوا موكلين رسميا. ومين قال لك احنا لما طلبنا في المحكمه ان احنا نربط قضيه الاتجار في البشر بالقضيه طلعت وضحوها؟ احا يا اتجار، احا يا اتجار. اتجار ايه يا عم؟ ومين كان طلب منك انك تربط قضيه الاتجار بالبشر بقضيتنا؟ كنت خليتك يا موكوس في الاوراق اللي قدامك. ده القضيه كان كلها ثغرات،
ده القضية كان فيها 50 زفت يطلعها. ده انا اللي ماليش لا سيادة المستشار طه الزجلاوي ومنور الدنيا كلها غني. ده انا اللي ماليش في القصة دي خالص، فصفصناها كلها. ولا هي هوهوا وخلاص؟ سيادة المستشار ما تحرجش الراجل بالله عليك يا راجل. يعني انت جاي بتقول له ما عملتوش ليه يا هاني ما عملتوش ليه محاضر يا هاني وانتوا كنتوا هيئة الدفاع الاولانية؟ ليه هو حضرتك يا سيادة المستشار ما تعرفش ان هن خد قوشة اللي هي طلع لها مكالمتين بيثبتوا انها كانت في قصة تجارة اعضاء، وان هي كانت هتتبرع بكليتها بمقابل مادي، وده مخالف للقانون. وكان اخد مكالمتين يثبتوا الكلام ده، وكانوا عارفين السمسارة، وكانوا عارفين الدكتور اللي هيعمل العملية، بس هن يا عيني ما بيعرفش يعمل محاضر. البت راحت له وزي ما راحت زي ما جت، يعني معاه كل الحاجة دي ومعرفش يعمل محضر. تقوم انت تحرجه يا استاذ طه قدام الناس كلها كده، وقدام الاستاذ احمد رجب، وتقول له ما عملتش محضر ليه؟ ما عملتوش انتوا محاضر ليه؟ ما هو الراجل ما بيعرفش. اصله لما كان في الاخوان، بس ما تقولش قدام الكلام ده قدام حد يا استاذ طه، ده بيني وبينك يعني. لما كان في الاخوان دربوه ازاي يعمل جماعات، وازاي يكلمهم، ازاي يقنعهم، بس ما دربوهوش ازاي يعمل بلاغات. فالراجل غصب عنه معذور يا عيني. فبالله عليك، بالله عليك، انا عارف انك طيب وحنين وما بيهونش عليك، فبالله عليك يا اخي ما تحرجه تاني. يا استاذ احمد قلت دول هيحبسوا مروه، ودول مدخلين قضيه تجاره الاعضاء في القضيه، ودول عايزين يحبسوا مروه. الدنيا ببعضها يا استاذ هاني. ده انتوا مش حبستوها، ده انتوا يا مواكيس جبتوا لها اعلى عقوبه. يعني حتى ما سبتولهاش منفس، ما سبتولهاش منفس. يعني على رأي مدام ليلى، كل ما تاخدوا حد يا مواكيس ترجعوا من غيره. وكلام حضرتك غير صحيح. ما ينفعش حضرتك يا استاذ طه، ما ينفعش حضرتك تطلع تطالبني وانت محامي مروه. ما ينفعش تطلع تطالبه انت بالبلاغ وانت محامي مروه. لكن يما هو كان محامي مروه في الاول ما كانش بيعرف يعمل بلاغات. ليه وانت كنت ناسي بقى يا هون ان انت كنت محامي مروه؟ ما عملتش ليه يا حبيبي؟ ولا ما كانش في وقت؟ ولا انتوا كنتوا بتفكروا ازاي تحبسوها، ما بتفكروش ازاي تبرئوها؟ فلو عملتوا المحاضر ده هيبقى في مصلحتها، فانتوا ما عملتوش يا حبيبي، عشان ده ضد مصلحة اللي طالبين منك كده. ما كانش عندك اوردر انك تعمل لمروة محاضر، كان عندك اوردر ان انت تجيب لها اقصى عقوبة. فانتوا عايزين تعملوا فيها ايه تاني؟ عايزين تعملوا فيها ايه تاني؟ واشمعنى دي؟ يعني انتوا دمرتوها، عايزين تعملوا فيها ايه تاني؟ وجاي بتلوموا على هيئة الدفاع دلوقتي؟ يا عم ما تحوش مناخيرك منها. يا عم انت مالك هي مروة كانت من باقي اهلك واحنا ما نعرفش؟ يمكن انت كنت ابن من ابناء مبارك. البت بتطلب دي ان ايه؟ ممكن طب نشوف كده، نعمل لكم انتوا الاتنين سوا، يمكن تطلع ابن مبارك انت كمان ولا حاجة. اصل انا مش عارف، انت اكل نفسك قوي كده اللي على ما في 500 الف مليون مروة في مصر يا حبيبي. في 500 مليون مروة في مصر، اشمعنى مروة دي اللي قلبك اكلك عليها قوي يعني؟ اشمعنى مروة دي عليها سكر مروة دلوقتي؟ ليه بصراحه مش بستمر. انا طالبت الناس بتقديم دليل بس،
قلت اللي معاه دليل ضد اي حد يقدمه للنيابه. يتكلم قصاد يتكلم. طيب انا كده انا هضطر يعني بجد اتعامل بطريقه يعني هتزعل الجميع، لان انا كده لا يا باشا ولا تزعل الجميع ولا حاجه. انا يا استاذ احمد انا مش انت عاجبني حضرتك المشهد ده. اول مره في مشهد زي ده عندي صراحه يعني. انا زي ما حضراتكم سمعتم كده. هل الامر سكت على كده؟ لا. اصحاب الفتنه اللي هو توكسافين والشطا على اللايف منذ قليل عارضين فيديو للمستشار ايمن عزت وهو بيتحدث عن التهجير من فلسطين الى او من غزه الى طبعا سينا، وقال ان احنا ممكن نستقبلهم في اي محافظه بس بعيدا عن سينا. طالعين ان هو بيقول بيضرب الامن القومي، ان ايمن عزت بيضرب الامن القومي، وجايبين واحد فلسطيني يعلق على الموقف ويقول احنا مش هنسيب ارضنا عشان يخلوا ايمن عزت. هم عايزين يحبسوا المحامين دول، براءة المتهم وحبس المحامين. نسمع كده اللايف ده. بل بالعكس، مصر مش هتنضرب من امريكا عن طريق القواعد اللي موجوده في بعض الدول العربيه، والطيران اللي هيطير فوق مننا ويضربنا هيكون مزود ببترول من الدول العربيه. امريكا متعوده طول عمرها ما بتسمعش الا من العرب الا كلمه حاضر ونعم. لو طلبت طلب واحد، الطلب بيتنفذ بيتنفذ لها مضروب 3 في 1. اول مره تسمع كلمه لا من دوله عربيه وهي مصر من السيد رئيس الجمهوريه. وانا بقول له يا سعاده الرئيس، احنا حرام علينا كشعب مصر كلنا نضيع عشان منظمه حماس واللي عملته في غزه، وهنضيع كلنا. فاحنا مش عايزين نرجع ايام 67 ايام جمال عبد الناصر وفي النهايه تحتل ارضنا والشعب المصري دفع الثمن، ودفع الثمن من ابنائه ومن ارضه، واحنا دوله اقتصادنا تعبان جدا. في بعض دول من العرب بتدفع بالتريليون دولار لامريكا ارضاء ليها، ودوله بتدفع مش عارف بتريليون و400 مليار ارضاء لامريكا. وبعض دول، خلينا نشوف الموقف العربي من اخر اجتماع جامعه الدول العربيه، وكان الكل بيتهم الجزائر، مع ان الجزائر من احسن الدول فوق دماغنا. شعب حر سواء الجزائر وتونس. هم لو ما حضروش لان هم عارفين اللي هينتج، قرار اللي هينتج عن القمه ديت قرار ملوش اي لازمه. فبقول لك يا سعاده الرئيس، لو حكمت ان احنا ناخد الفلسطينيين ندخلهم عندنا انا موافق. انا بتكلم عن نفسي انا كمواطن مصري، ماليش دعوه بال 110 مليون الا واحد اللي هو انا. كل واحد ليه حر، ولكن انا ما عنديش استعداد ان بلدي تضيع، ان انا اخش في حرب وانا اقتصادي تعبان ومنهك. وهسمع كتير من الاصوات اللي بتزايد عليا وبيهلل وبيزعق. بقول له هتعمل ايه؟ هتقدر تقف قدام امريكا واسرائيل؟ انت هتقدر تقف قدام منهم؟ هتقدر تقف قدام بريطانيا؟ هتقدر تقف قدام الدول الغربيه كلها؟ التهجير هيتم. شوفوا كلام ترامب كويس جدا لينا. هيتم. هنعمل ايه ساعتها يا جماعه؟ فلسطينيين 1 ولا 2 مليون يخشوا يقعدوا في الصحراء الغربيه، يخشوا يقعدوا في اي محافظه، بس ما يقعدوش في سينا. عشان ما يعملوش مشاكل معاهم ونبص نلاقيهم دخلوا علينا في سينا. يقعدوا في اي محافظه بعيد عن سينا. بس المقابل ايه بقى؟ انا هاخدهم وانتوا خدوا الارض. احنا طول عمرنا من سنه 48 واحنا بنضحي بشهداء وبنضحي بمال وبنضحي بارض، واقتصادنا منهك واقتصادنا تعبان، والجنيه بتاعنا بقى في الارض بسبب فلسطين. الدوله الوحيده في وسط ال 27 دوله عربيه هي اللي شايله القرف فوق دماغها وبتحاسب، هي مصر. انا موافق على التهجير، بس موافق على التهجير تسددوا لي ديون ال 100 حاجه و60 مليار، وتدوني كمان 50 مليار، وتضمنوا لي ان الجنيه بتاعي يوازي الدولار، ان انا اعرف كمواطن اعيش. انا مش هضحي التضحيه دي وافضل تعبان، والفلسطينيين يخشوا معانا بقى، ولا يفضلوا يتدبحوا شويه في شويه، وبرضه اسرائيل برضه الكيان هياخد الارض. يبقى اللي جينا بالغصب ناخده بالرضا، بس ناخد الثمن.
احنا مش بنبيع القضيه، ومش عايز حد يزايد عليا يقول المصريين باعوا القضيه. لا، احنا ما بعناش القضيه، بس احنا تعبنا، اقتصادنا تعب. وانتوا بتركبوا عربيات فارهه وبتاكلوا في الجمال وبتعملوا وبتبيعوا بترول، واحنا اللي شايلين القرف فوق دماغنا. فكفانا بقى. هناخدهم، انا موافق، انا موافق، بتكلم عن نفسي كمواطن مصري، انا موافق اخدهم. انا مش ال 10 مش ال 110 مليون، انا فرد من ضمن ال 110 مليون، بس انا موافق عشان بلدي ما تحتلش، ما انضربش، ما يحصليش عندي حرب اهليه، ما اشيلش الطين فوق دماغي، ما انضربش من قواعد امريكيه موجوده فوق عند الدول العربيه والبترول بتاع الدول العربيه. شخص عميد فقط لا غير، عاوز يطبق اللي هم بيحاولوا يطبقوا. وصل من سنين 75 سنه. انا عندي شهداء، ولاد خال، ولاد عم. هل تتوقع انه يوم حنقبل انه يسيب كل حاجه ويقول لهم تفضل؟ اكيد لا. يروح يسال كل واحد في بيوته في غزه، خصوصا في قطاع غزه، اسالهم هل تطلعوا من قطاع غزه وتروحوا تعيشوا في مصر؟ مش كرها لمصر، بالعكس، ما حفاظا على ارضهم. اليوم اذا فقدوا هذا الشيء خلاص راحت عليهم. السلام عليكم وعليكم السلام. فحيكون كيان عمل اللي هو عاوزه بكل بساطه. فالناس لازم تفهم الكلمه هذه. ما يتم تمريره عبر السوشيال ميديا هو ما يريده الكيان فقط لا غير. معلش سامحونا. تفضل يا ادم. ولا يهمك. تفضل يا استاذ ادم. قبل الاستاذ ادم بس عشان قبل المصريين يردوا الاول. اتفضل عشان انا هجيب الفينال، هجيب العيد في الاخر. اتفضل. ايوه طبعا، لا الشعب المصري مسلم ولا مسيحي يقبل هذا الكلام ولا بكنوز الدنيا كلها. صوتك راح يا استاذ وائل. ايه الهلسه؟ بيرجع. انا عايز اقول كلمه كده يا استاذ هيثم. قول. الفيديو اللي انت لسه عارضه حالا، اعظم واشرف كتاب. عايز ثواني يا استاذ وائل، صوتك راح ورجع تاني. استاذ وائل صوتك راح ورجع تاني، فريت نبدا من الاول. اتفضل يا زوائل. صوت واضح؟ ايوه صوتك واضح كده. انا عايز واضح كده. عايز دي ومعلش بعد اذنك الكلام ده ما ينفعش من غير الحقونا. الكلام ده ما ينفعش من غير الحقونا. لا 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 لا، معلش. دي عقيدة عند المصريين مسلمين ومسيحيين. يعني لما أقول عقيدة يعني أقول أوامر من ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان في القرآن الكريم أعظم وأشرف كتاب أنزل من عند الله، أو كان في الكتاب المقدس. ففي القرآن الكريم يا أستاذ كعبلة، يا مواطن غير شريف، أيها المتحدث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا. ربنا سبحانه وتعالى إنه وعد الله الحق. علمونا كده يا حضرات. لذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يعتدي، ده كان اعتداء، والأمريكان والغرب قالوا الراجل ده عمل عملة ما عملهاش حد قبله. قال ايه؟ وصف الكيان بالعدو، رغم ان في اتفاقية، رغم ان في كامب ديفيد، ولكن خاطبهم بالعدو. ليه؟ لما قالوا تهجير. ما فيش حاجة عندنا اسمها تهجير، في حاجة اسمها قوات مسلحة 60,000 جندي يروح على الحدود، إذا لزم الأمر حرب تبقى حرب. ولذلك جاء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، وما تمتش العملية إلا في مصر، والكيان برئيس وزرائهم ما خدش خطوة للخلف إلا بالخطاب المصري، والحمد لله رب العالمين. لأن مصر في هذه القضية هي رمانة الميزان، لأن في التاريخ القديم مصر والقيادة المصرية وآخر تحرير للمسجد الأقصى كان بالجيش المصري العظيم الناصر صلاح الدين الأيوبي، اللي هو مش مصري، انطلق بجيشه من مصر وحرر المسجد الأقصى من مصر. الكلام ده كلام لازم تفهمه انت يا إنسان يا مسلم ويا إنسان يا مسيحي. لذلك رئيس بلادك متمسك بهذه العقيدة، عارف هو بيعمل ايه وبيقول ايه كويس. القوات المسلحة المصرية
لو انت خدمت في القوات المسلحة المصرية، لو انت خدمت كعسكري او كجندي او كظابط احتياطي او ظابط عادي، هتلاقي عقيدة كده عند العساكر والظباط، هتلاقي كده في الملعب، وهتلاقي على الحيطان وعلى الجدران مكتوب كده يا حضرات في القوات المسلحة. بس الناس دول ما بيمثلوناش، الناس دول بيمثلوا دي افكار الاخوان، هي دي الافكار، بيع واشتري، ما عنديش مشكله. انا يا عم عايزهم عندنا، هاتهم عندنا، بس ما تحطهمش في سينا، حطهم في الصحراء الغربيه ولا في المنوفيه ولا في القاهره، ونسيب لهم الارض هناك وخلاص، وادونا شويه فلوس وعايزين الجنيه ينتعش. يا نهار اسود. ربنا سبحانه وتعالى غضب على الناس اللي قبلنا وجعلهم من المغضوب عليهم. ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا موسى ان هو ياخدهم ويروح يفتح المسجد الاقصى، قالوا له لا يا موسى، احنا لازم نبقى. صوت راح يا استاذ وائل. يا استاذ وائل صوت راح. طيب استاذ رمضان كان ليك مداخله، اتفضل عقبال ما استاذ وائل صوته يرجع. وكل اللي يجي يتكلم صوته يروح ليه؟ نتصور يا جماعه. لا انا صوتي واضح اهو. انا معاك اهو. سامعني ولا ايه؟ اتفضل اتفضل. مش كده سامعني حضرتك؟ سامعينك اتفضل. الكلام ده اخطر ما نتصور، ان هو ده ما يصدرش غير عن شخص جاهل او مارق، او هو شخص عبيط وعايز بس ان هو يتكلم في اي حاجه عشان يصير الجدل ويتشاف. يعني برشام مضروب، برشام مضروب. انت مالكش عندنا. قول برشام مضروب. انت تبع الجماعه قول برشام مضروب. قول برشام مضروب. لا 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 عبيط. زي ما حضراتكم سمعتم كده، عرفتم هم قصدهم ايه؟ عرفتم ايه المطلوب منهم عشان يعملوه، عشان يضربوا الرأي العام في القضية، ويحاولوا ان هم يشتتوا الرأي العام عن قضية الوطن. مش قضية مروة، هي قضية وطن عربي، مش قضية مجتمع مصري، ولكن نحن خلف القضية لإظهار الحقائق كاملة. ولكن الموضوع كده بوخ وزاد عن اللزوم، وشكل الموضوع هيتقفل دون ايه بقى؟ دون كشف الحقيقة كاملة. ولكن قضية إبراهيم شيكا مستمرة، واتأخرت قوي قضية إبراهيم شيكا في استخراج الجثمان والوصول إلى الحقيقة، بالإضافة إلى قضية مصطفى الصعيدي، وهل سيتم حفظ قضية تجارة الأعضاء ولا لأ. سايبين قضية إبراهيم شيكا واستخراج الجثمان وقضية مصطفى الصعيدي وتجارة الأعضاء، وماسكين في قضية سب وقذف ملهاش أي قيمة. قضية سب وقذف أي حد ممكن يطلعها براءة، ولكن عشان مروة بنت مبارك هي اللي فجرت شرارة كل القضايا المثارة للرأي العام، كلهم ماسكين في القضية وسايبين أهم القضايا اللي أرشدت عليها مروة، قضية تجارة الأعضاء وقضية طبعا استخراج جثمان إبراهيم شيكا اللي هي تجارة الأعضاء وتورط الفنانة، ومصطفى الصعيدي اللي ورط ليلى الشبح ومين والفنانة وفاء عامر. ولكن نحن خلف القضية لإظهار الحقائق كاملة للرأي العام. شرفت بوجود حضراتكم وشرف ان انت بشكل دائم. كده بص علينا، اتمنى رب الفيديو يكون عجبكم، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس يوصلك كل جديد، شعارنا صلي على الحبيب قلبك يطيب، ونزعمنا بلايك للفيديو عشان نعرف كم عدد محبين سيدنا محمد شفيع لنا يوم القيامة. وانتظرونا فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله ذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.